فيلم النهارده بيتكلم عن ضابط من أكفأ الضباط في المخابرات الهندية، بس فجأة بيتحول 180 درجة وبيتقلب ضد أعضاء الجيش وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. يا ترى إيه السبب؟ جاهزين للفيلم؟ طب يلا بينا. هنبدأ فيلمنا مع واحد اسمه نايدو في الهند، وهو بيتكلم مع كبير علشان ينفذ مهمة اغتيال مجرم خطير اسمه حقاني. وبنشوف كبير وهو محدد المسدس بتاعه على الهدف، بس أول ما بيضرب الرصاصة بتيجي في نايدو، وبنعرف انه كان مستهدفه هو من الاول. وتاني يوم بنروح لمبنى وزارة الداخلية، وبنشوف العقيد وهو بيتكلم مع الوزيرة وبيقول لها ان كبير اتحالف مع العدو وانقلب على الحكومة، فبتأمر الوزيرة انه يخلص عليه فورا علشان ما يعمل لهمش مشاكل كتير. وبعد كده بنشوف عصابة بتتاجر في المخدرات في جزيرة مالطا، وساعتها بيدخل عليهم خالد واللي بيكون عميل سر في المخابرات الهندية. وبعد ما بيخلص عليهم بيتصل بالعقيد علشان يبلغه بنجاح العملية. وتاني يوم بيرجع الهند وبيحضر اجتماع للعقيد، وهما بيتناقشوا ازاي هيقبضوا عليه. وبيمسك العقيد العملية دي لخالد علشان هو اكتر واحد عارفه. وبعدها بنشوف خالد وهو في مكتبه وبيبص على صورة كبير، وبنرجع معاه في الزمن لسنتين فاتوا لما اول مرة بيشوف كبير وبيتعرف عليه. وبنشوف العقيد وهو بيتكلم مع كبير علشان يضم خالد لفريقه، بس كبير مش بيوافق علشان ابوه كان ضابط خاين وهو اللي خلص عليه. ولما بيسمعوا خالد بيدخل يدافع عن نفسه وبيقول له ان امه هي اللي بلغت عن ابوه لما عرفت انه خاين، وانه طالع وطني زي امه مش خاين لابوه. وبعد كده بنشوف العقيد وهو بيقول لخالد انه بقى مع كبير في الفريق، وبيقول له يستعد علشان هو هيشوف الجحيم بعينه. وساعتها بيبص على كبير وبيلاقيه باصص له. وبعد كده بنشوف كبير وهو حاطط خطة للقبض على الياسي اكبر ارهابي في الهند، وبيعرضوا صورة دراعه اليمين اللي هو بشير اللي هيوصلوا لالياسي من خلاله. وبيفضل كبير عينه على خالد لانه مش قادر يثق فيه. وتاني يوم بيسافروا كلهم العراق وبيكونوا متنكرين علشان محدش يعرفهم. وبيكون كبير واقف وبيبص على جماعة معاهم واحدة عاوزين يقتلوها، وقبل ما يقتلوها كبير بيخلص على زعيمهم وبياخدوه في مكان بعيد وبينزلوا فيه ضرب لحد ما بيظهر بشير وهو بيقول لكبير انه لقي جهاز التتبع بتاعه وعطله ومحدش هيعرف مكانه. وساعتها بيطلع كبير جهاز تاني من بقه وبيقول له ان مكانه اتعرف خلاص. وساعتها بيقتحم خالد المكان وبيخلص على كل اللي بيقابله، وبيدخل بقية الفريق يساعدوه. وبعدين بيتواجه كبير وخالد مع بشير، وفي الاول بيكون بشير قوي جدا وبيضرب الاتنين، بس بعد كده هما الاتنين بيقدروا يوقعوه وبينجحوا ان هما يقبضوا عليه وبيرجعوا المعسكر. وبالليل بنشوف خالد وهو بيسلم على امه واللي بتطلب منه انه يرجع لها كرامتها اللي بقت في الارض من ساعة اللي عمله ابوه. وساعتها بينده عليه كبير، ولما بيروح يتكلم معاه بيقول له انه عنده مشكلة في عينه اليمين مش بيشوف منها، وده هيبقى خطر عليه وعلى الفريق بتاعه، وبيضطر يمشيه من الفريق. بس خالد بيدافع عن نفسه وبيقول له انه كان بيتعرض للتنمر من زمايله في المدرسة، وفي يوم ضربوه جامد وعملوا له الاصابة دي. وساعتها بيوافق كبير ان خالد يكمل معاه في الفريق. وتاني يوم بيقدروا يحددوا مكان الياسي واللي بيكون موجود في المغرب. وساعتها بيشك كبير ان ممكن يكونوا متراقبين او في حد خاين ما بينهم، وبيخليهم يطلعوا موبايلاتهم كلها على المكتب وبيلمها. وبعد كده بيروحوا المغرب وبيكونوا كلهم مستعدين وكل واحد في مكانه علشان يقبضوا على الياسي. واول ما بيوصل كلهم بيبداوا يتحركوا ناحيته وبيقدروا انهم يخلصوا من القناصين ويحاصروه في مكانه. وساعتها بيقول لهم الياسي انه مش ممكن يتسجن. وساعتها سورب زميلهم في الفريق بيخونهم وبيخلص على زميله. واول ما بيشوفوا اللي بيحصل كلهم بيكونوا متفاجئين من اللي عمله زميلهم وبيبداوا يضربوا نار على بعض. وبيكون سورب بيضرب نار على كبير، بس خالد بينط وبياخد الرصاصه مكانه بس بتيجي في دراعه ومش بتحصل له حاجه. ولما بيقوم بيجري ورا سورب علشان يمسكه وينتقم منه علشان قتل زميله. وبنرجع لكبير واللي بيكون خلص على رجاله الياسي كلهم، بس للاسف بيتصاب برصاصه وبيغمى عليه. وبيشوف الياسي وهو بيهرب. وبعد اسبوع بيفوق كبير وبيعرف من العقيد ان خالد وسورب مفقودين ومحدش لاقيهم، وبينزل للمشرحه وبيكون حزين جدا على فرقته اللي ماتوا ظلم. وبعدها بتلاقي الشرطه خالد وهو موجود على الشط وهو متصاب بس لسه بيكون عايش، وبينقلوه على طول على المستشفى. ولما بيفوق بيلاقي كبير جنبه وبيقول له انه خلص على سورب وانتقم لفرقته. وبعد 3 شهور بنلاقي كبير وهو مستمتع بحياته مع نينا في ايطاليا وعايش معاها احلى قصه حب. وفي نفس الوقت بنلاقيه وهو على مركب وبيراقب واحد اسمه فيروزي، وبيسمعه وهو بيتكلم مع واحد وهو بيقول له ان الياس مجند 4 اشخاص من الجيش والحكومة وإن محدش هيقدر يقبض عليه. وبيكتشف إن فيروزي مسافر بكرة، فبيروح يتكلم مع نينا وبيقول لها إنه ظابط وإنه مثل عليها إنه بيحبها علشان تساعده في خطته. وبيقول لها إن فيروزي بيحبها ومش هيسمح لأي حد إنه يقرب منه غيرك. وبتكون ساعتها نينا متفاجئة من اللي بتسمعه وبتقول له إن عندها بنت
ملهاش حد في الدنيا غيرها، بس كبير بيوعدها ان محدش هيقدر يوصل لها. وبالليل بتكلم نينا بنتها وبتحاول تودعها، وبنشوفها بعد كده وهي في اللانش ورايحه البيت فيروزي، ولما بتوصل بتلاقيه في استقبالها وبتفضل تتكلم معاه، وبتكون عاوزه توصل لللاب بتاعه علشان تهكره، وبتنجح فعلا انها تروح لللاب وتهكره. وبيكون كل ده كبير شايفه وبيراقبها علشان يطمن عليها، بس بيجيله تليفون فجأة من العقيد وبيعرفه انه هيقبض على فيروزي باستخدام نينا. ولما بيقفل معاه بيجيله تليفون من المساعده بتاعته إيديتي، وبتقول له ان فيروزي على علاقه مع دكتور التجميل واسمها مليكه، وبتبعت له فيديو ليهم. ولما بيتفرج عليه بيشوفها وهي بيتكلموا على انه الياسي، ولما بيدور في الفيديوهات بيكتشف ان فيروزي هو الياسي، وانه عمل عمليه نقل وش علشان محدش يعرفه. وساعتها بيكون فيروزي بيكتشف المخطط اللي عاملاه نينا، وبسرعه بنشوف كبير وهو بيتحرك ناحيه بيت فيروزي علشان يلحق نينا. ولما بيوصل بيخلص على رجاله فيروزي، بس فجاه بيشوف نينا وهي بتقع ميته قدامه، وبيكون كبير زعلان وبيعيط عليها وحاسس بالذنب. وفي الوقت ده بيكون الياسي راكب الطياره بتاعته وبيهرب بيها. وبعد كده كبير بيكلم إيديتي علشان يعرف منها العقيد كان بيكلم مين بعد ما قفل معاه، فبتقول له انه كان بيكلم نايدو، وبيتاكد لما بيلاقي ان في مبلغ كبير اتحول لحسابه. وبعد كده بنرجع لاول مشهد، وبيطلع ان كبير ضرب نايدو في كتفه الاول، وساله عن الناس اللي بتتعاون مع الياسي في الحكومه غيره، فبيقول له جيمي واللي بيكون مقدم في الجيش، وساعتها بيخلص عليه. وبعدها بكام يوم بيكون كبير عارف مكان العقيد جيمي، وبنشوفه هو ماشي ورا طياره تبع الجيش وبيحاول يدخلها، وفعلا بيعرف انه يدخل الطياره، وبيلاقي عساكر كتير وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل لجيمي. وبعد ما بيخلص عليه بيعرف منه اسم الشخص التالت اللي بيساعد الياسي، وهو الدكتور اوتيبال. وبعد كده بيرميه من الطياره وبينط منها وبيفجرها كلها. وبنرجع لمبنى المخابرات، وهناك بيكون العقيد متضايق لان المبنى كله مش عارف يمسك كبير، وهنا خالد بيقول له انه هيدور عليه وهيلاقيه. وبعدها بنشوف خالد وهو في محطة المترو، وفجأة بيلاقي وراه كبير وبينصحه انه ما يدورش عليه، بس خالد بيقول له ان من مصلحته انه يسلم نفسه. وفجأة بيختفي كبير من قدامه وبينزل يدور عليه، بس بيلاقيه موجود مكانه في المترو. وقبل ما يتحرك بيعرفه ان الدكتور اوتيبال هو هدفه اللي جاي. وتاني يوم بيروح خالد للدكتور اوتيبال البرتغال علشان يقول له انه حياته في خطر، وفي نفس الوقت بيتصل بيه الياسي علشان يطمن على قرص الرموز، فبيطمنه وبيقول له انه جاهز معاه، وبيقول له انه راجع الهند، وبيشرح له اللي حصل معاه. وهم في الطريق للمطار بتهاجمهم طيارة وبتقلب العربية اللي فيها خالد، وبينزل منها اتنين علشان يطلعوا الدكتور، بس فجأة في حد بيخلص عليهم وبيوقع الطيارة. وبيطلع كبير وبيروح للدكتور علشان يعرف منه اسم الشخص الرابع والأخير اللي بيساعد إلياسي. وساعتها بيفوق خالد وهو متصاب وبيحاول يضرب كبير، بس بيضرب الدكتور وبيخلص عليه. وبعد كده بياخد كبير قرص الرموز وبيهرب من المكان، بس خالد مش بيسيبه وبيطلع وراه، بس في الآخر برضه بيقدر كبير إنه يهرب منه. ولما بيرجع خالد الهند بيلاقي العقيد سحبه من المهمة ووقفوا عن العمل بسبب انه ما قدرش يحافظ على الدكتور ولا قرص الرموز النوويه. وبيرجع خالد البيت وهو متضايق ومتعصب، وبعدها بيجمع معلومات وبيعرف ان اخر عمليه عملها كبير كانت في ايطاليا، وبيلاقي صوره لنينا وبنتها. وساعتها بيكون كبير مع بنت نينا بيفسحها وبياخد باله منها بدل امها. وفجاه بيلاقي خالد قدامه فبياخده معاه البيت وبيشرح له كل حاجه، وبيقول له ان فيروزي هو الياسي، وانه قتل التلاتة دول علشان خونه بيساعدوا الياسي، وبيقول له ان في شخص رابع لسه ما وصلهوش. وفجاه بيتضرب عليهم نار في المكان اللي هم فيه، بس بيعرفوا يخلصوا عليهم وبيهربوا من البيت قبل ما ينفجر بيهم. وتاني يوم بيروحوا فرح إيديتي، وهناك بتدي الكبير قرص الرموز وبتقول له ان قرص لتفعيل صاروخ، وانهم عاوزين يوجهوا الصاروخ ناحيه القمر الصناعي اللي بيساعد الحرس اللي موجود على الحدود انهم يتصلوا بالقاده، وساعتها يكونوا منعزلين وسهل الهجوم عليهم. وبيسلم كبير قرص الرموز لخالد علشان يخفيه. وتاني يوم بيكون كبير مع خالد في مركب كبير وبيشربوا مع بعض، بس فجأة بنلاقي كبير تعب وبيقع على الأرض. وساعتها بيمسك خالد قرص الرموز وبيقول له إنه سورب مش خالد، وبيحكي له إنهم لما كانوا في المغرب خالد فضل يجري وراه لحد ما مسكه ونزلوا ضربوا في بعض لحد ما خالد كان هيخلص على سورب، بس جه الياسي وخلص عليه وضربه بالرصاص من ظهره. وبعد كده سورب والياسي بيخططوا وبيروحوا للدكتورة مليكة علشان تبدل وش سورب بوش خالد، وفعلا بتنجح الدكتوره انها تعمل العمليه دي. وبعد كده بيرجع سورب للشاطئ وبيخليهم يضربوه بالرصاص في كتفه وبيغمن عليه. وبعد كده بنشوف سورب وهو شايل كبير وهو مسموم وبيرميه في النهر، وبكده بيخلص منه. وبعد كده بنروح للسفينه في القطب الشمالي وبنشوف سورب مع الياسي وهم بيفعلوا قرص الرموز وبيطلقوا الصاروخ. وساعتها بنشوف كبير وهو نازل على السفينه وبيخلص على كل اللي جاي قصاده لحد لما بيلاقي نفسه قصاد سورب، فبيتصدم سورب وبيقول له انت ازاي ما متش. فبيقول له كبير انه اكتشف انه مش خالد لان خالد عنده نقطه عمياء في عينه اليمين وانك كنت بتشوف منها، ده غير انه عرف من ايديتي
ان في ازازه سم ناقصه فخلاها تعمل ترياق ليها، وانه مثل قدامه انه بيموت علشان يقوله على الخطه كلها من اولها، وانه حط في قرص الرموز جهاز تتبع علشان يعرف مكانه. وساعتها قبطان السفينه بيقول لهم ان الصاروخ مش متوجه ناحيه القمر الصناعي، وانه بيلف وبيرجع تاني للسفينه، وبيطلع ان اللي غير اتجاهه هو كبير. وساعتها بيمسك الياسي وبيقول له انه يسلم نفسه، بس سورب بيقتل الياسي وبياخد عربيه وبيهرب بيها، وبيكون وراه كبير. وفي الوقت ده الصاروخ بينزل على السفينه وبينسفها، وبيفضل كبير ورا سورب لحد ما بيدخلوا في كنيسه وبيكسروا اللي فيها وبيبداوا يتقاتلوا، وبيبان انهم في نفس قوه بعض. بس في الاخر بيقدر كبير انه يخلص على سورب، وبكده يكون خلص مهمته. وبعد كام يوم بنشوف ام خالد وهي بتاخد تكريم لابنها اللي استشهد، وبيكون رجعت لها كرامتها، وبيكون كبير شايف اللي بيحصل ومبسوط منه. وفجاه بيجيله اتصال من العقيد بيكلفه بمهمه جديده، فبيوافق عليها كبير. وبنشوفه وهو مع بنت نينا وهو بيحاول يعوضها عن فراق امها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت. كان معاكم محمد نوبي.